المكالمة دي يا مولانا هتكون إن شاء الله يعني استثناء في تاريخ سيادتك الدعوي. دلوقتي أنا عندي مشكلة كبيرة أوي مع والدي. ماشي. سامعني سيادتك؟ سامعك والله، بس أنا الكلمة بس استثناء في تاريخ الدعوي. يعني هتكون استثناء في تاريخ سيادتك الدعوي، يعني مكالمة مش هتحصل تقريبا تاني. طب اتفضل. أنا عندي مشكلة كبيرة أوي مع أبويا. نعم. أنت عندك كام سنة أبويا من يوم ما وعيت على الدنيا. عندك كام سنة حضرتك؟ 47. والوالد الكريم عنده كام سنة؟ 80. طب اتفضل يا فندم. دلوقتي أبويا يعني أختصر علاقتي بيه في 5 كلمات. نعم. إهانة، ذل، حرمان، أمرضني، وعن طريق الله أضلني. ماشي. يعني أهانني، ذلني، حرمني، أمرضني، وعن سبيل الله أضلني. ماشي. شفت له النهارده رؤية يعني أظن إن هي من عمله، إن هو بيديني دلو وعاء المفروض إن بيتملي مية، الوعاء ده بايظ في ثقب من تحت. قال لي صلحهولي. رحت حاولت أصلحهوله عند أكتر من مكان، ما نفعش، قالوا لي ما فيهوش حل. لحد ما واحد لزق عليه لزقه كده وبرضه بقى يسرب الميه، وفي الاخر الوعاء اتسرق. يعني اظن ان ده عمله. هو وصلني لدرجه ان انا بستحلق الدعاء عليه، بتلذذ بالدعاء عليه. يعني بقول دايما اللهم ابعثه اعمى كي لا يرى ابواب الرحمه. وارجوك ما تقوليش بره، لان هو ليس اهلا للبر. ارجوك قول لي انا دلوقتي انا عايز اقتص منه امام الله. انا ليا حق امام الله. انا مش قادر اسامح ومش قادر اغفر. انا ليا حق امام الله. انا اتظلمت في عمري كله. فهل حرام ان انا ادعي عليه دعوه مظلوم؟ كان المفروض يكون خاتم للقران، بقى عاش في الضلال فتره طويله قوي من عمره بسببه. انا خصيمه امام الله. قول لي سيادتك ايه رايك في اللي انا بقوله؟ انا غلطان ولا لا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. هي فعلا استثناء في تاريخ الدعوي، لاني لاول مره لن اجيب عن هذا السؤال. هات السؤال اللي بعده يا سيدي. مين اللي عندك بعده؟ مين اللي عندك بعده؟ اكبر بخاطر اقول ايه؟ الله يصلح حالي وحالكم. اكبر اقول ايه؟ اقول ايه؟ الرجل صادر علي قبل ان انطق. يا عم احمد يا داغر ابوس ايديك، هات السؤال اللي بعده، لا اما اخد اسئله الصفحه. الرجل صادر علي قبل ان انطق، فقال لي لو سمحت ما تقوليش بره، وقال لي ابويا اهني وذلني وحرمني وعن طريق الله اضلني وامرضني. خلاص اختصر حياته في 5 كلمات. طيب له حق عند ابيه على روايته وكلامه، له حق عند أبيه، لكن نقطة ومن أول السطر، وركز في الكلام ده اللي هو مش هيعجب ناس كتير قوي. أبويا راجل ظالم، وراجل ما عندوش دين ولا أخلاق ولا لحظة رحمة ولا إنسانية ولا بر ولا أي شيء. هذا حاله، فكيف حالي أنا؟ الله أمرني ببره وبالإحسان إليه، بل وأمرني أن أجاهد في ذلك نفسي. أمرني سبحانه وتعالى أن أتودد إليه مهما فعل. كلامك يا شيخ ما يخشش العقل، أقول لك تعالى للمصحف. يا سيدي محمد يلي اتصلت علي وقلت أن المكالمة استثناء في تاريخك الدعوة، دعني أسألك، هل أبوك أشد كفرا من آذر والد إبراهيم؟ أجبني بنعم أم بلا. ومع ذلك تلطف إبراهيم في الحديث معه. أظن أن أباك الذي أهانك وذلك وحرمك لم يمنعك من ماله، وإن منعك لم يطردك من بيته، وإن طردك لم يلقي بك في النار كما فعل آذر بإبراهيم. لم يقف في وسط المشاهدين وأنت تلقى بالنار مكتوف الأيدي وأمك تصرخ عليك ولدي،
وأنت تدعوه إلى الحق وهو يدعو إلى الضلال والباطل. ومع ذلك في أكثر من آية يتحدث إبراهيم لولده: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. فلما احتدمت الأمور وتأزمت ووصلت إلى طريق مسدود كان الرد الجميل: سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. بل وظل إبراهيم على تلطفه وبره بأبيه رغم موته على الكفر، لدرجة أن الصحابة تحدثوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر إبراهيم فنزل القرآن: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. هكذا حديث القرآن: أمرنا ببره أمرنا ببره، أمرنا بالإحسان إليه أمرنا بالإحسان إليه، حتى وإن جاهدانا على الكفر لا نطعهما في الكفر، لكن أمرت أنت أن تبره وأن تحسن إليه. فإن تأزمت لديك الأمور اعتزلته وهجرته الهجر الجميل. دعوت الله له بالهداية لكن لا تدعو عليه أبدا، لا يسوغ لك أبدا، لا إنسانية ولا رحمة ولا ديانة ولا عرفا ولا عقلا ولا دينا أن تدعو على أبيك. لو لم يكن له حسنة إلا أن أتى بك إلى الدنيا لكفت. يا أخي الكريم، كان الأولى أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يهديه، وتدعو الله له أن يحسن له ختامه وأن يتلطف به، لا سيما وقد رد إلى أرذل العمر. لا بد أن تدعو الله له أن يرده إلى الطريق قبل موته، وأن يرزقه لحظة يعيده فيها إلى رشده وإلى دينه. يا أخي الكريم، كان هذا هو الأولى بك. أما خصومتك مع أبيك فهذا أمر لا أعيب عليك فيه ولا أحجر عليك فيه ولا ألوم عليك فيه، فكلنا بين يدي الله سنختصم. يوم القيامة سأقف أنا أمام أبي وأقول له: يا أبتي فعلت بي وفعلت بي وفعلت بي وفضلت علي وفضلت علي وفضلت علي. وهنا سنحتكم بين يدي الله سبحانه وتعالى الحق الفصل الذي سيفصل لنا وسيقتص لنا من بعضنا، لكن بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. وعند الله تجتمع الخصوم. كنت أود ألا أجيبك، لكن أما وقد ألزمت في القناة بإجابتك فهذه إجابتي. ووالله ما كنت بك عنيفا ولا شديدا، ولكن كلماتك تقطع القلب. فمهما كانت قسوة أبيك لابد وأن تغلفك رحمة دينك ورحمة خلقك برجل بلغ من الكبر عتية. وأظن أنه لم يصل إلى مرحلة أن يقول لك: يا ولدي إني أرى في المنام أني أذبحك. ولم يصل بك ولم يصل به الحال أن يفعل به ما فعل كثير من آباء الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم يا سيدي محمد. أسأل الله لي ولكم الهداية.